برنامج حقيبة الذكريات كل نهار أحد مع محمد أمين الزوام. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على راديو المندرة FM مع 90 ومرحبا بالناس اللي ترافقنا تشاهدنا وتسمعنا على الباج فيسبوك مندرة FM او على الموقع www.mandarafm.com. حصة جديدة من برنامج حقيبة الذكريات تسمعوا كل نهار احد من الاربعاء حتى للستة متاع العشية. نحكيوا على ايقونة اخرى من ايقونات الاذاعة والدراما. اليوم نحكيو على ممثل اعتقد انه اسمه مازال خالد في ذهن المشاهد التونسي. ادواره لا تنسى، قدم العديد من الادوار سواء في المسرح وفي التلفزة والا في الاذاعه، وخاصه في الاذاعه. توانسه يحتفظوا بذكريات جميله مع الاذاعه خاصه قبل ظهور التلفزة، لا سيما في شهر رمضان المعظم. أيقونة هذه الحصة هي اللي قالت: الفلس والقرس ومقيمة كيما تحب السريعة. وهي زادة اللي قالت: انسد على صاحبك استغناسي، أما الطبيعة ما تتنساسي. اليوم نحكيو على الممثل عز الدين بريكة، أيقونة الدراما الإذاعية والتلفزية. ربما الاسم قد يغيب شوية على الأذهان، ولكن كنقولوا شناب أكيد أجيال مختلفة ومتنوعة وعديدة مازالت تتذكر شناب. هذا بورتريه بصوت الزميل سامح المسعودي، وراجعين. ولد الممثل القدير عز الدين بريكة المعروف بشخصية شناب يوم 28 من ماي من سنة 1932 بمدينة رادس. كان شناب في منتصف سبعينات القرن الماضي نجم الإذاعة التونسية دون منازع. دخل ميدان التمثيل في سنة مبكرة، وبالتحديد في المسرح المدرسي، حيث تقمص دور هارون الرشيد في المسرحية التي حملت العنوان نفسه، وهي من تأليف وإخراج معلمه ومشجعه الأول الهادي القمرتي. كما شارك مع المنتج الإذاعي محي الدين مراد في برنامجه عصفور استحى الذي كان يبث في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية. ولما اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمود معالي مؤسس الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية إلحاقه بعناصر الفرقة، فنجح في الاختبار وافتك مكانه أمام كبار الممثلين على غرار، أحسن الخلسي ومحمد بن علي والحطاب الذيب وغيرهم. أما الدور الذي خلده في ذاكرة الناس فهو دور شناب في المسلسل الذي يحمل العنوان نفسه، وهو من تأليف صلاح الدين البلهوان وإخراج حمود معالي. وأمام النجاح الذي حققه المسلسل الإذاعي شناب سنة 1973 قررت الإدارة بث الجزء الثاني ثم الثالث، وتواصل بثه في شهر رمضان إلى سنة 1978، وبلغت عدد حلقات المسلسل 138 حلقة. نجح شناب لأنه شخصية مذبذبة عاشت وسط مجتمعنا ونقلت بأمانة ما تعيشه من متناقضات، فهي شخصية جمعت بين القوة والطيبة، ويظهر ذلك من خلال مواقفه مع أمه عروسية الغالية كما يقول عز الدين بريكة. كما أبدع المخرج حمود معالي في إخراجها إذاعيا بطريقة كوميدية، فنجح المسلسل طوال بث أجزائه في كسب محبة الجمهور وتفاعل المستمعين وترديدهم لكلمات مثل أوتوكوتوك ورولجي بعشاك وباي باي يا حبيبي وخاتي خوك. آخر ظهور إذاعي للفنان عز الدين بريكة كان في شهر ماي من سنة 1992 من خلال برنامج عندما يأتي المساء للإذاعي نبيل بن زكري، وقد تحدث ليلتها مطولا عن مسيرته الإذاعية، وذكر بالخصوص المحطات المذيئة فيها وخاصة شخصية شناب ومدى تفاعل الناس معها ومتابعتهم لها كلما أعادت الإذاعة الوطنية بثها.
توفي عز الدين بريكة يوم 3 من جوان 1995 ودفن بمسقط رأسه مدينة رادس. لقد كان بالفعل شخصية فنية طريفة أخلصت لفنها فأحبها الناس وخلدها التاريخ. كان هذا بورتريه بصوت الزميل سامح المسعودي. حاولنا انه نختزل فيه مسيره كبيره للممثل عز الدين بريكة المعروف بدور شناب. نقول حاولنا لانه تبارك الله مسيره كبيره برشا من الاعمال سواء في المسرح او في الاذاعه او في التلفزه. زميلنا معز نويرة وزميلنا رفيق قرط خرجوا كالعادة للشارع وسألوا عدد من المستمعين ومن المواطنين الموجودين في الشارع شمزلتوا تذكروا على الممثل عز الدين بريكة على الشنب، وهذه كانت إجاباتهم. المرحوم عز الدين بريكة بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث كان نجم من نجوم الإذاعة الوطنية، رائد من رواد الفن والتمثيل، وخاصة ما يعرف بالفينومولوجيا. الفينومولوجيا هو تشخيصه لأدوار متميزة، يعني راوحت بين الطابع الشعبي والطابع الثقافي والأدبي. شخصية شناب هذه الشخصية الفذة والمتميزة والتي أبدع في تقمصها، حيث كانت في وقت من الأوقات حديث الشارع التونسي. ونعرف احنا اليوم التوانسة مازالوا يستحضروا فصول تلك المسرحية المتميزة التي جمعت بين التجديد والتنويع والحس المرهف، حيث تميز في التقليد كذلك. عز الدين بريكة نجم وسيبقى نجم على الدوام. أدوار متاعه تناقلتها كل الأجيال. ألف رحمة عليه وإن شاء الله، وهذه رسالة أوجهها خاصة للممثلين الشبان الطامحين أنه يقتدوا بهذه الشخصية التي كان لها طابع مميز وكان لها نوع من الذاتية الفنية والتأثير في محيطها الفني. الممثل القدير الكوميدي عز الدين بريكة معروف بشناب. نسبة لدور من الأدوار اللي قام بها كان الدور ذا يمثل في شخصية شناب. ذاك علاش تعرف باسم شناب، وكان تسمي أي واحد يقول عز الدين بريكة يمكن ما يعرفوش لأنه ما عارفينه بشناب. كان عنده عمل طريف جدا خاصة في شهر رمضان الكريم. كانت الناس تلتم حول الإذاعة وتسمع المسلسل هذايا لأنه عنده طرافة وعنده فكاهة. كان ينتقل من عمل إلى عمل أو من حرفة إلى حرفة دون أن يستقر في أي واحد، ما استقرش في حتى خدمة، كل مرة مع عرف جديد ومع حرفة جديدة. وكان وين يخدم في حرفة يخرج منها بمشكلة، يتعارك مع عرف ويتعارك مع أي حد ويخرج. هذه كانت إجابات عدد من السادة المستمعين اللي حكيوا مع زميلنا رفيق قرط وزميلنا معز نويرة. إجابات بصراحة تأكد لنا أنه عز الدين بريكة مازال حاضر في وجدان وفي ذاكرة المتفرج التونسي. أدوار عديدة قدمها في الدراما الإذاعية في التلفزة وكذلك في المسرح. أنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج حقيبة الذكريات، مازلنا باش نرجعوا البرشا ذكريات. حقيبة اليوم تفتح لشناب. فاصل صغير وراجعين. برنامج حقيبة الذكريات كل نهار أحد مع محمد أمين الزوام. رجعنا لكم في برنامج حقيبة الذكريات. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الماندرا FM على 90. مرحبا كذلك بالناس اللي تشاهدنا وتابعنا على الباج فيسبوك ماندرا FM أو على الموقع www.mandrafm.com. اليوم نحكيو على أيقونة الدراما الإذاعية والتلفزية عز الدين بريكة. نحكيو على شناب ومعنا بالتليفون ممثلة قديرة، ممثلة كبيرة عندها العديد من الأعمال ومن التجارب سواء كان في الإذاعة التونسية وفي مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية، وكذلك قدمت عديد من الأدوار في الدراما التلفزية. سعيد جدا باستقبال عبر الهاتف الممثلة الكبيرة رفيعة بالحوت. مدام رفيعة مرحبا. عايشك بيك، بارك الله فيك على الترحاب. وقبل كل شيء نوجه تحية لكل العاملين في الإذاعة الجديدة ونبارك لكم بها، وتحية لأهالي بنزرت الكل
يعيشك. شكرا ليك مدام رفيعة، سعداء يعيش. جدا انك تكون حاضرة معنا في برنامج حقيبة الذكريات. انت كذلك انا نعتبرك ايقونة من ايقونات الدراما الاذاعية والتلفزية، وان شاء الله الحقيبة تفتح مسيرتك في قادم الاسابيع ان شاء الله. ان شاء الله. نحكيو على سي عز الدين بريكة، على شناب اللي هو زميلك في مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية، وانت كنت شاركتوا مع بعضكم في العديد من الأعمال الدرامية، وكان صديق كذلك مقرب منك مدام رفيعة. اي صحيح. عز الدين بريكة من يعني من زملاء العزيز عليا برشا، أي ومعناها بخلاف كوننا زملاء احنا قراب لبعضنا. انا من بلدة رادس وهو من بلدة رادس، أي وقراب لبعضنا. وقبل دخولي للإذاعة ملي أنا صغيرة كنت مع عز الدين بريكة في المسرح. أي عملنا مسرح مع بعضنا. عز الدين ممتاز، مميز، عنده العديد من المسلسلات، والمسلسل اللي بالمنجد تعرف به ومعناها الإذاعات الكل تعدي فيه. أي هو مسلسل شناب. الله يرحمه. كان عنده طابع خاص في السود وفي الشخصية. شخصيته ديما ما كنت تعرفها. شخصيته يعطي أنه كل الإنسان اللي معناه زوفري شوية زعما عكس حياته، عمره ما كان زوفري. عز الدين ياسر ينغر على صاحبه ويرمي روحه كما نقولوا بالدارجه، يفك العرق المليك. علاش؟ على خاطر غيور على صاحبه. في التوزيع حضر ما يقرا المخرج التمثيليه ولا السيناريو ولا معروف فلاش نتاع عز الدين بريكة هذاك كان برخاص عنده. صحيح، طابع خاص وتميز به، وهذا ربما اللي يخليه حاضر إلى حد الآن في وجدان المستمع أو المتفرج التونسي. مدام رفيعة، باش نرجع معك للبدايات الأولى. قلت أنه بدايتك مع سي عز الدين بريكة كانت في المسرح، لو تحكينا على الأيامات هذه قبل الدخول للإذاعة. هو أنا اللي بديت معاه المسرح من وقت اللي باش نقول لك باش نسمي لك على السبيشي والمنجي بن يعيش. هذوما ناس قدم برشا. هما أسسوا المسرح في رادس، وكانت عندهم معناها برشا إنتاج إذاعي. كان محي الدين مراد عنده برنامج عصفور السطح في الإذاعة من وقت بابا سامبل، عرفت من الإذاعة القديمة. معناها عز الدين بديت أنا وياه المسرح ملي كنت أنا ما زلت بقرأ. فهمت؟ غرام ما تعرف كان بغرام، ومن بعد ولينا في المسرح الشعبي اللي يتركب من توفيق العبدلي لحبيب الحارث محمد بن علي. كانت تمثيل المسرحية الأولانية مع عز الدين بريكة ومحمد بن علي اسمها مشموم وفلة. خذت روج كبير وسداد كبير. كان دور فلة عندي أنا ودور مشموم عند محمد بن علي. وعز الدين بريكة عنده في شخصية حلوة برشا، يعمل العرق، يعمل المشاكل، ومن بعد يخرج منهم كما نقولوا احنا كالشعر من العجين. معناه عنده برشا حاجات في المسرح، عنده العديد والعديد ولا تحصى من المشاركات في الإذاعة مع في المسلسلات، في مسرحية الشهر، في كانت عندنا في الإذاعة احنا تمثيلية مسرحية تتعدى نهار ثلاثة بالدارجة بالعربية، نهار الجمعة. مسرحية الشهر هذيك تتعدى كل شهر. معناه كانت مشاركته بالعربية بالدارجة، بالبدوي خاصة، حتى القصائد في قافلة كثير. كنا عندنا قافلة كثير مع عبد المجيد بن جدو، مع المختار حشيشة.
معناها عنده رصيد كبير، رصيد كبير. نعم. اللقاء الأول مدام رفيعة مع عز الدين بريكة، وين تقابلتوا؟ تذكروا مليح اليوم هذاك ولا الزمن يعني شو تقدم؟ احنا انا قلت قاعدة نسكنوا فرد بلدة في رادس. ولاد نفس اي نسكنوا قراب لبعضنا، فهمت؟ وملي انا صغيرة معناها يعرفني مغرومة من كشافة، من شبيبة، ما كانت كشافة قبل ومن بعد الشبيبة المدرسية. معناها كنت انا في حتى في المدرسة الابتدائية كنا نعديو في آخر السنة بمناسبة العطلة السنوية، نعديو في آخر العام مسرحية. المسرحية أنا نشارك فيها، كي بيجي هو غادي يشوفني، معناها هو اللي يقول لي ليه كمل وواصل. وكنت انا وقتها حتى باش معناها نحكيك شويه. كنت اذاعه صعيبه، شكون البو اللي يخلي بنته تخدم في الاذاعه؟ صعيبه يعني بيه الناس القات ولاو يقراوه في الكوليج وفي الليسي. صحيح. لقاو الزرابي قدامهم مبروشة. صحيح. وقتها هو بيدو جا وقنع بابا الله يرحمه باش خلاني نكمل في المسرح، فهمت؟ يعني كلم والدك وقنعوا، قال له مدام رفيعة لازم تكون موجودة في المسرح. اي موجودة في المسرح. هذا هو، لانه وقتها زاد باش الناس تفهم، وقتها كانت صعيبة، يعني كي تكون مستحيل باش ابوه يخلي بنته معناتها تكون موجودة في الاذاعة ولا تمثل قدام جمهور. معناها في الاذاعة كيف عملنا المسرحية نتاع مشموم وفلة. ايوه. اول مرة في المسرح وحضرت فيها، وقتها كان مدير اذاعة محمد مزالي الله يرحمه. الله يرحمه. لقات اقبال كبير، قال الصوت هذا علي انا. أيوة. وانا صغيرة. أيوة. قال الصوت هذا يجب يكون في الإذاعة. جاو باش جاء عز الدين هو اللي قنع بابا باش أنا معناها اسمح لي أني ندخل للإذاعة، فهمت؟ نعم. ما الدنيا أسباب هي. صحيح. وأنا حاجة مغرومة بها، واحدة من الناس أنا مغرومة بالتمثيل، واللي ما عندوش غرام ما ينجمش. هذا هو الغرام، هو الاساس، الغرام والمحبه مدام رفيعه. وهذا اللي نحسوه كذلك في اعمالك، معناتها يجينا الاحساس هذا اللي يربح الانسان بس من خلال السود. الناس تحبنا تعشقنا بالسود. صحيح. قال لك الاذن تعشق قبل العين احيانا. صحيح. هكا ولا ليه؟ صحيح مدام رفيعة. سي عز الدين بريكة، شنو اللي يميزه حسب رايك مدام رفيعة باش يبقى في الذاكرة رغم معناتها وفاته منذ مدة وابتعاده عن المجال الفني؟ ماذا يميز عز الدين بريكة حتى يبقى في الوجدان؟ قبل كل شيء سامحني قصدت عليك. السود راهو هو اللي يبقى في الذاكرة، عرفت؟ يقعد في الوجدان. نعم. ثم سود وثم ممثلين راهي الأغلب راهو الفنان ما يموتش. ما يموتش، يبقى في الذات. اما انت قلت الباش الاتقان زاد اداء باهي، الشخصيات اللي ياخذها معناها متماشيه معاه. السود لكريه، السود هو اللي يقعد راسخ في الذاكره. صحيح. نعم مدام رفيعة، شو الحاجة اللي تميز الممثل عز الدين بريكة لكي يبقى في وجدان المستمع والمتفرج التونسي؟ والله الحاجة اللي بها الفايدة نقولها لك، أنه الصوت المميز يبقى في الذاكرة. نعم. فهمت؟ أما باش نعرض على حاجة، على الذكر اللي حكيت معايا، إذاعة، تلفزة، مسرح، معك حكينا خاصة عن المسرح. شو الإذاعة مش سهلة. نعم. إذا كيف باش يتعبر من خلال الصوت باش توصل المعلومة للمستمع بصوتك، تكون في موقف كما نقولوا تبكي ومتغشش، واحد في ساعة تنقل الموقف آخر وانت فرحان لا مش بسهل باش توصل المعلومة. صحيح. والميكرو ماهوش سهل. صحيح. الميكرو مش سهل. فهمت؟ يلزم ناس اصحاب خبره وبطول المده، حتى اللي يدخل جديد يتعلم. صحيح. صحيح. مدام رفيعة، أنت من الناس المقربين معناتها للممثل عز الدين بريكة، هو معناتها
معناها من الممثلين، وانتم جيل كامل معناتها كان عندكم صيت واسع واعمالكم حققت معناتها نجاح كبير. كيفاش تقبلت خبر وفاة سي عز الدين بريكة؟ وراه نقول لك حاجه، راهو مرض ومعناها اللي واحد يستنى فيه مش تموت فجأية، فهمت؟ مرض هو كان منتظر صبور وحتى في داره في حياته الخاصة في داره اللي معناها تفقد بالكدا ماهوش بو برك بو وصاحب وكما نقولوا معناها هو على كتافه كل شيء، معناها نجم نقول لك بأتم معنى الكلمة أنه الراجل الزمني القديم اللي يقوم بالمسؤولية الكل. نعم، هو تقريبا عكس الأدوار اللي قدم فيها، معناتها في الدنيا إنساني إلى أبعد الحدود مدام رفيعة. نعم، سي عز الدين بريكة في الدنيا في الواقع عكس الأدوار اللي قدم فيها ربما في التلفزة، يعني في الدنيا إنساني إلى أبعد الحدود. في الدنيا كما تسمعوا في الإذاعة يعارك وما نحكيته، قلت لك حتى كي يلقى عركة ماهوش هو فيه. أيوة، دخل روحه ويلزموا باش يفصل بيناتهم ويلزموا باش يعارك. إنسان غيور على صاحبه، غيور على شيء حقيقي في معناه نزيه. نعم. عز الدين بريكة من الناس القدم، الممثلين القدم اللي أعطاوا للإذاعة ما عندهم وما يتعوضش. صوته ما يتعوضش وشخصيته ما تتعوضش، وربي إن شاء الله يرحمه. وهالناس هذوما راهو أصواتهم تبقى في الذاكرة. والممثلين ما حصلوا إلا محبة الناس ليهم. نعم، شكرا ليك الممثلة القديرة والكبيرة رفيعة بالحوت. كنا سعداء جدا أنك دخلت معنا في برنامج حقيبة الذكريات. وإن شاء الله أنتم بالتوفيق، وإن شاء الله هكا باهي، هي لفتة باهية أنه واحد يتفكر الناس اللي قدمت وعطات، الناس القدم اللي الجيل هذا خضع ليهم. نعم، شكرا لك مدام رفيعة. بالحوت كانت معنا الممثلة الكبيرة رفيعة بالحوت. حكينا على برشا ذكرياتها مع الممثل عز الدين بريكة على شناب. احنا خارجين فاصل صغير وراجعين لبرنامج حقيبة الذكريات. برنامج حقيبة الذكريات كل نهار أحد مع محمد أمين الزواوي. رجعنا لكم في برنامج حقيبة الذكريات. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على راديو ماندرا اف ام على 90. مرحبا بالناس اللي تسمعنا وتشاهدنا على الباج فيسبوك ماندرا اف ام، وكذلك على الموقع www.mandrafm.com. زلنا مواصلين في برنامج حقيبة الذكريات. اليوم نحكيو على أيقونة الدراما الإذاعية والتلفزية عز الدين بريكة. اخترنا جملة من المقتطفات من سلسلة اللي عدد كبير من السادة المستمعين يتعلق بها، وخلينا نقولوا تربى عليها وتربى على صوت شناب. نسمعوا مقتطفات من شناب وراجعين. الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم سناب. يعني يا وليدي هيا قوم يزي من النوم. نهار طلع من وين؟ خلينا نرقدوا ترانكيل. فكرينا يا امي. شوف كي تقلب على جنب الاخر. انا ما زلت بيك توا نفرجك. ليه يا امي؟ ايش عملنا لك؟ هكا رسولة الواحد ما يرقدش متنك الناس. يزي من النوم ما شبعتش، هيا قوم. الله يهديك يا امي، الله يهديك. حللك من ربي هكا الطيران على الصباح، يا ربي العمل عليك. ما عادش بكري قايلة. ايه قايلة ولا سيمني منها. ما هو تقوم باش تمشي تخدم على روحك يا وليدي. اللي خدموا ماتوا، حتى اللي ما خدموش ماتوا زادة، لكن بالشر. هيا قوم يهديك. مانيش قايم ومانيش خدم يا وليدي. ايش خرتك بطال، راجل كيفك تبارك الله
قدك قدين وعرضك عرضين. اللي يقول لك السقف بيته معصرة تصبح كل يوم راقد للول لا خدمة لا قدمة. زعيم كان ثلاثة فيا يا أخي أناش عندي مرأة قليلة وهجالة 3 أرباع متاع عيشتي بالصدقة. ايه لو كان عطا ربي راك انتي تخدم وتجيب لي، مش المليم اللي نصور وتجي انتي تاخذهولي وتصرفوا على روحك. وفي ناس متنغنيك توا عاد برا مشيت تلافي روحك وخليني نرجع نرقد. عجايب يبدا اللي قلتهولك الكل 66 نمالة دخلوا لك الغار. باهي اقعد راقد، لكن وش فيها والبخاري وش فيها والبخاري الا من شوقك في وجهي. اياه يعني باش نهز سفساري ونخرج ومن اليوم فرس شكون يوكلك. اللي يخلق خليقه ما زي حاس يا ابني، ربي كريم حنين يرزق عبده من عبده والكل من عنده. اي كيف انا نهز عليك ايدي وما عادش نعطيك تاكل، اما باش تخدم ولا باش تكون يا كريم نتاع الله ولا باش تسرق او كعاد انتي اختار. باي من هون اللي نقوم يا عم الله دي. لا ما ثماش رجوع للنوم، قوم توا باش نسكر باب الدار ونخرج. ايه برخرج توا نسكروا كي نقوم. دويو ها باش تلقى مدينة خالية قيم فيها لذيذ وتحريني وتقريني. لا يا سيدي دبر على روحك توا تقوم وتخرج قدامي. يلا هيا عاد. امزح الثورة اللي بالتركينة يا ولد ويجي نشرب الاصحاب ونصحنا. هيا عزي هيا استنى نكمل نقص الخبز. عاكم غير يا ولد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي كيف السب يا شناب؟ اشكون مات في الحارة اليوم؟ لا سمع عم المنزي. واش فما؟ 9 ما زالت واحنا سيادتك مستانسين ما نشوفوك الا من اللون الفوق. كيف السب يا قمت بكري؟ قال يرى الرياح ما ارتاح عم المنزي. العزوزة سبحت لي مصباح اليوم قيمتني على الفجر وحدتني عن الباب. ايه الحمد لله عليه اللي فقط. اما يا ليتو هذا كان لها من قبل يا شناب. اي ترى عم المنزي صح بهرق ممحلحة من يديك الملاحة ونصب خبزة معاها. حس في روحي جعان والمعالق وصلت الخالق. هلا خلاص يا شناب بالمسبق راهو. عجايب عجايب. مالا في عم منزي اعطيني نملة كرسي ومن بعد نخلصك. تعرفني قلاب يا اخي. لا مش قلاب حاشاك. اما انت انسان فلس. في قداش من مرة تفطر ومن بعد ما عليك كانت تقول لي قيد على زرزح. يا زياد يا عم المنزي. تحب تسيق علي يا الصباح. اي اعطينا نفطر زي. اي عاد وري فلوسك. اي قلت لك نخلصك تيمك مستانس كرديني. وقفت الكريدي يا وليدي ما عادش يساعدني الا هذا يكردي وقت اللي يشوف نفسه مثقل يخبي وجهه وما عادش حتى يتعدى من قدام الزنقه. يعني فاش مطلوع مال هكا ترزاني نقعد زعان عم المنزي مش محسوب ولدك وتربيت قدامك. ايه كل حاجه في بقعتها وكل دار فكرها يا وليدي. لو كان نعرف قليل ولا ما عندكش والله ما نشد عليك يا شناب. اما انت واحد اش نقول لك ابخيل استانست بالقمه البارده. انا ما عادش نعطيك تاكل بكل. تبارك الله انت صغير وقوي في ذرعانك فيها ساعه مخ. كشبيك ما تمشيش تخدم على روحك. وين الخدمه عم المنزي تي ملوحه. انت لوجتها وما لقيتش. من غير ما نلوج نعرف ما تماش. هيا يا سيدي تحبش ننعتك انا على خدمه. اللي يعمل خير ما يسورش. عمك سليمان الحمامجي حاجته طيب برا مشيله تو يخدم. ما نعرف ايه السنه عمري ما خدمت طياب. ايش بيه ما هو تتعلم ايش هي ما فيها. يحب العلم للدنيا في كل ما تتطلب هو شويه صح تبدا. وانت تبارك الله وعيني ما تضرك لو كان تضرب حيط بقسله تهدو. تعرف كيفاش يا عم المنزي؟ اعطيني الساعه نفطر ومن بعد نمشي. لا علاش؟ هي على خاطر نخاف لا سيب الذيب ما تراه كان عجاجه. اما هو نعملوا حاجه اخرى برا شد الخدمه في الحمام وقل لعمك سليمان اللي انا ما فطرتش يبعث لي هو واحد من الطياب اللي برا يجي يهزك الطور. وقتها نعرف اللي عمك سليمان هو اللي ماشي يخلصني. ولينا نلعب يا عم منزي عاد. والله ما قلت لك الا الواقع يا وليدي.
هاي برا اعمل كيف ما قلت لك. مليح. وكي ما يخدمنيش؟ اذا ما خدمكش وقتها تولي مفاهمه اخرى. با سيدي، او باش نوريك اللي انا مانيش بخيت. هاني طول مسير. ايش بيه؟ كي ما نخدمش ولد حومتي، اما شكون نخدم؟ بارك الله فيك يا عم سليمان. يا ولد، اش عنده هذا؟ اشموس كبرشان. يا ولدي 280. كثر خيرك. يا ملا ولدي من حينك تراه انزع حوايجك وتحزم فوطه وادخل داخل توكل على الله. الواه الفوطه يا عم سليمان؟ هذيك لبسة الطيابة. نعرف الفوطه يلبسوها النساء مش الرجال يا عم سليمان. صحيح، لكن في حمام الرجال من قديم الزمان الطيابة والحرفوات زادة يلبسوا الفوطة. لا ما يساعدنيش. شنو ما يساعدكش يا شناب؟ يا اخي على كيفك هو، هذا شيء جرت به العادة. شنو تدخل بيت السخون بحوايجك؟ او نلبس السليب نتاعو. ما يجيش منه عيب. اش يقولوا الناس؟ سليب العوم ما يتلبس كان في البحر مش في الحمام، وبالخصوص الطياب. ما انا تعرفت كيفاش يا عم سليمان، لا حلت لا ربطت. انا راجل ما نلبسهاش الفوطه. يا زبلة خلويض، اكل اللي لابسين فط ما عجبوكش، ما همش رجال. نعرف عليهم انا وقت اليوم لابسين فوطه. يا ولد، اش عنده هذا؟ اشموس. 220. كثر خيرك. اسمع يا شناب وليدي، العبرة بالرجولية مش باللباس، اما بالخدمة والكد والعمل. لو كان تمشي للدباغين تلقى الخدامة غادي عندهم لبسة خاصة، وفي الصباغين كذلك، كل خدمة عندها لباسها، هذا شيء معروف. كل حد يعرف ما يصلح به يا عم سليمان. انا الفوطه اللي تلبسها امي عمري ما نلبسها، لو كانت تبقى السماع على الوتاء. كانت هذه مقتطفات من سلسلة شناب، السلسلة اللي تربيت عليها أجيال، والسلسلة اللي تم عرضها لسنوات، خاصة في شهر رمضان المعظم. مازلنا نحكيو على أيقونة الدراما الإذاعية والتلفزية عز الدين بريكة. خارجين فاصل صغير وراجعين. برنامج حقيبة الذكريات كل نهار أحد مع محمد أمين الزواوي. مرحبا بكم من جديد في برنامج حقيبة الذكريات. مرحبا بالناس اللي اختارت ان تتابعنا على راديو المندرة فيم على 90 وكذلك اللي قاعد يشاهد فينا ويستمع لنا على الباج فيسبوك مندرة فيم او على الموقع www.mandrafm.com. نحكيو على عز الدين بريكة، نحكيو على شناب، نحكيو على أيقونة الدراما الإذاعية والتلفزية عز الدين بريكة. رجعنا مع مدام رفيعة بالحوت منذ قليل لعدد من الذكريات سواء كان في المسرح أو كذلك في الإذاعة وفي التلفزة، وتوا باش نعاودوا نمشيو مع مقتطفات من أبرز أعمال الفنان عز الدين بريكة وراجعين. ثم حاجة أخرى، طقسهم مش كيف طقسنا. في الشتاء مثلا يصب عندهم الثلج بكثرة. ما يستحقوش الفريقو بس يبردوا الماء عندهم بارد خليقة. حتى أنا زاد في شكون نحدث. ترى ثم شكون عنده سؤال آخر؟ أنا. بكثر سؤالاتك يا شناب. ايش تحب؟ شنو الوقت تو؟ الوقت نشد على الوقت. صار نتغروت، كان هذا خلينا نمشيو نفطروا. ما كذبوش الناس الأولى كيف قالوا أحاديثك مع اللي ما يفهمكش ينقص من الأعمار. باهي يا سيدي، يكفي نمشي ونفطروا. خميس عليك. يا ما بابور وما فلوكة وما بطاح، هيا صلي على الهادي تراه ودنا الغادي. تشبيك دخلت بعضك؟
البابور باش تركب فيه بلا تذكرة. ما نركبش في بابور. ما فاش باش تمشي لفرنسا؟ بالعومة؟ لا بالعوم لا بالزري، في الطيارة. طيارة؟ لا يا سي. اتك لا. كي يحطوا لك العصا قدامك قول لا. تدبر علي انت فاسحب نصفر. العمال اللي يمشيوا على طريق الديوان يسافروا في بابور البحر. خاطي خوك باش تعملوا لي كيما عمل لي مهما. لكن النسمة وحلي الواد شي ما نفهم. كان بس تركبوني في الطيارة الله يبارك ما كانش لا حلت ولا ربطت. ما الحكاية زيني بيها. قال لي بس تسر في بابور بحر. يحب يقول انا قطعة حبلزة بهوان. بالله من اللي حطيت ساقي في ديوانكم ماشي في بالي بس نضرب فواياز في الطيارة وإذا بيه مسحتوا لي سواربي. ما ثم صفر كان في بابور البحر. حب يقول اسرب ولا طير قرنك. هذاك الشيء المعمول به وانت ماكش خير من الناس. تعرف بس نقول لك مال اخونا رخني منكم ومن بيعتكم المقطعة. كيفاه؟ معناتها بطلت بالصفر. لواس مبطل بالله زملا ما نمشي في الطيارة زاد. على كيستك. على كيسي مال على كيسك انت. ما عندكش حق باش تاخذ الكونتراتو والباسابورت. الكونتراتو نفخ واشرب ماه والباسابورت نطلعوا توريست وكي ندخل العوينة نعنقر الساسية ونغني سواح. استمعتم إلى حلقة من مسلسل شناب، تأليف سلاح الدين بلهوان، إخراج أحسن الخلصي. الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم شناب. شناب مسلسل من تأليف سلاح الدين بلهوان وإخراج أحسن الخلصي. قدور يا قدور يا والله ايش يزعق فيك يا قدور؟ ايش يضحك بي انا؟ جمان ايش بيه قدور؟ نعيتوا له الطبيب بالك ضربوا ماس في دماغه. لا ضربوا ماس لا بيب لا يتكلم يا قدور يقول لنا يا اخويا ايش يضحك فيك؟ شناب ايه ايش بيه الشناب؟ بعد السيف علق منجل. اما انا قدور هكا العين في العين. شو حب يقول هالكلام يا قدور؟ الفهم يفهم. بالله لو كان ما تفسر لي سي حب يقول هالكلام الا ما ندخلك في بعضك. لا يا شناب سايب علينا الخز. ما لا يعجبك التمسخير هكا. سايبه شنو يا شناب يا شناب؟ قول لي سيزعق فيك وسنين هذه حكايه السيف والمنزل. بالخد ولينا اخويا بشويه. هي قول كلم. هي ما بعد ما كنت صنع طبيب وكسوة وهبة وعمة هاك مشتولي صلاح يرزق في عقلك. هذا سيزعق فيك. خدمة النهار ما فيها هار يا مهبول. خدمة من خدمة عاد مش خدمة النهار ما فيها هار. مش لازم تطلع حالي يا العسية قدور. كان بس تقعد ترنكيل وتسري قدرك فبيها ونعمت. ما زرلكش تزبد من هوني. لا حتى انا زاد قداش نتشرف باش نقعد معاكم. انا نستبق لكم. سلام الحكايه. برا على روح.
تقوليش سبيق الدور الايامات زي قمار. وين نعرف عليه يا اخي، بينك وبينه حاجه في باليس. ايش عندنا فيه تو؟ انت له فيما يزيدنا وما ينقصنا. ايش كنا نحكيو احنا؟ بالله العظيم نساني انا متى. ايه ما كنت تقول لي لايبي وما حلايبي. اي سي حلايبي هذا اللي قلت لك عليه ولد خالتي. وانت البارح تحمل البسكلات تجي انت تحت. تضحك. عطاه ربي عطاه ربي. كيفاه؟ اش عطاه ربي؟ تحاويد وتحته. عايزينها من اللعب عاد شناب. قاعد حادث فيك بجدي انا. واذا ما عينكش اخويا بالخدمه مش لازم. ربي الكريم. بس هالغسك الواحد ما عاد ينسم يفدلك معاك ولا شنو؟ لا ماك تعرفني نحب وقت الفدلكه فدلكه، وقت الجد جد. با يا سيدي او فينا من فدلكه، هات ما عندك. غدوه الصباح الحي تاخذ الكارت عمرناك. وين بس نلقاه هذا سي الصغير. زي قمار قال لي اهبط في مرناق ونسد عليه، راهو معروف. اي قال لي اول واحد تعرض ويهزك ليه، لكن ما قاليش اللي البقعه خلاو قفار منين يرمي عينه الواحد ما يلقى كان الزيتون. في برا نتمساه حتى سيعمل الله. واحد زي على بسكلات نصير له بيدي بس يقف. يا اخويا يا اخويا اوي اسمع اقف يا عيسى. نعم لاباس وقف فيا. اللي حب يعمل ستوب يوقف الكراب ماهوش البسكلتات. شكون قال لك بس نعمل ستوب؟ مالا الواه واقف لي في وسط الكياس وتشير لي باش نقف. بس ننزدك يا اخويا. ايه على ما نعلم. قل لي تعرفش واحد اسمه الصغير؟ الصغير هكا اسمه؟ اي تعرفه؟ الصغير هذا قلت لي اسمه الصغير. اي الصغير هكا اسمه قد الصغير. كرف يا اخونا بزاه والديك. قل لي تعرف ولا ما تعرفوش؟ راك قتلتني بالديمينجو. شايف هذا باش نعمل عليك مزيه ولي تسمع فيها في الكلام. ما نقولكش يا اخونا يا اخونا سايب البسكليت سايب. يا اخويا ارحم والديك تدلني يعمل لك ربية ليل. راهو حلايبي وعنده كور انتاب قر اللي بعثني ليه قال لي معروف ياسر في مرناق. هو معروف في مرناق امانه؟ لا انا حاسس بيه هو مش بك انت سيامني منك معروف ولا ماكس معروف. معناها انا مش من سكان مرناق متعدي تعدي وبرر. امان ساعة وانت سددني قل على السق وفي الاخر تقول لي ماكس من سكان البقعة. بالله لو كان مش الخوف من ربي تو انكسرت لك بعزالي بسكلاتك. تثبت رول. وينو الصغير؟ أنا قدامك. لا شنو ولا؟ كان نحب على الصغير ولد خالد زي قمار. اي انا هو. جدي هاك كبير ماكس صغير وزي قمار قال لي ولد خالتي صغير. اي انا اسمي صغير يعني مش انا صغير. ايوا قلت لك سي ماكس انت صغير اللي حاستي بيه. هاك وحدك قلت. اللهم صل على النبي. كيفاش باش نفهموا القرضه هذا؟ اش تقول يا خونا؟ يا ولدي انا هو الصغير. ولد خالد زي قمار. اي نعم. وزي قمار ولد خالتك. بالطبيعه الاثنين اولاد خالات. اش بيك متعجب؟ اي مليح. وانت شو اسمك بالله؟ العبد لله اسمي شناب. شو انت شناب؟ ايه مش عاجبك اسمي؟ لا عجبني. علاش ما يعجبنيش؟ اما نقولها لك بالطويله والجهر مش صحيح. انت ماكش شناب. كيفاه ماني شناب؟ لا ما انا شكون؟ ما نعرفش.
ايش بيك تجس في روحك؟ عملت لي السك في دماغي كي قلت لي ماك سناب. تي انا سناب، تي هاو اخزر لي مليح. كيف انت بالمجد شناب؟ وينو مش لغمك اللي يركز عليهم الطير ترى؟ سناب طلاع مش بالمنزد. ايوه هاك توا جيت الثنيه. كيف ما انت اسمك شناب من غير ما عندك شنبات، انا كذلك اسمي صغير، ومع هذا ماني صغير انا. تيس علينا توا انت ولد خالت زيقومار. اي نعم يا سيدي انا هو الحلايبي. اي نعم ماني قلنا لك اللي عنده كوري نتاع بقلب في مرناج. اي هذاك اللي بيه الفايده. الحمد لله. اش تحب عندي يا ولدي؟ بعثني ليك زيقومار ولد خالتك. مرحبا ولوه بعثك. قال لي اللي انت يا ربي عطاك تيحه ويدك تحتك. شو؟ حبيت نقول تحت على يدك، وقال لي اللي انت قاعد تلوز على واحد نفس مؤمنه يعاونك على هم الزمان. شويه معاك وصل القفه يا ودي ما ثماش منها الحكايه هذه. كيفاش زيقومار عسيري من الصغرى ما يكذبش. هي انا حاجتي بخدام، هذا قلت لزيقومار انا. ولا انا قلت لك كيف هكا تفهمنا. صوت إذاعي فريد، مواقف طريفة أكيد السادة المستمعين هما قاعدين يسمعوا توا في صوت سي عز الدين بريكا. رجعوا بالذاكرة نتاعهم لسنوات وسنوات عديدة في سورهم في رمضان، في قبل شقان الفطر وبعد شقان الفطر، لما يبداوا العائلات الكل ملمومين حول المذياع وحول خلينا نقولوا التساف، الكلمة الزمنية القديمة اللي كانوا يستعملوها عدد كبير من الناس. احنا خارجين فاصل صغير وراجعين. برنامج حقيبة الذكريات كل نهار أحد مع محمد أمين الزواوي. رجعنا لكم في برنامج حقيبة الذكريات. احنا هيك وصلنا إلى نهاية حلقة برنامج حقيبة الذكريات. ألف شكر لفريق الأعداد، مدام راضية إدريس، سي معاذ نويرة وسي رفيق قرط كانوا في أعداد هذه الحصة. محمد أمين الزواوي رافقكم من 4 حتى لل6 متاع العشية. شكرا على التفاعل على الباج فيسبوك ماندرا اف ام. شكرا للناس الكل اللي تبعتنا على 90 اف ام او كذلك عبر الموقع www.mandrafm.com. شكرا نسرين سليمان كانت معنا في الإخراج الصوتي وفي الديجيتال. أجمل تحيات محمد أمين الزواوي. إن شاء الله نتقابلوا لحد جاي في حصة جديدة من برنامج حقيبة الذكريات باش نحكيو على أيقونة أخرى من الأيقونات الدراما الإذاعية والتلفزية. من هنا الوقت نتمنى لكم السلامة. باي باي.